الولد الصغير ده أهله ما كانوش عايزينه وحطوه في ملجأ أيتام بعد ما اتولد على طول. كان ممكن يستناه مصير مأساوي، لكن حصلت حاجة مذهلة. من 16 سنة ساندرا بولوك، واحدة من أكبر نجوم هوليوود، قررت تتبناه، ومن ساعتها حياته أخذت طريق مختلف. طيب إيه هي القصة ورا الولد المحظوظ ده؟ إزاي حياته بقت بعد كده؟ وطب هو شكله عامل إزاي دلوقتي؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتضغط على الجرس علشان يوصلك كل جديد أول ما نزل فيديو جديد. يلا بينا نكمل. ساندرا بولوك تعتبر واحدة من أنجح وأكثر الممثلات المحبوبات في هوليوود. هي لفتت الأنظار لأول مرة في التسعينات، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع فيلم سبيد اللي شاركت فيه البطولة مع كيانو ريفز. الفيلم كان ناجح جدا وخلى اسم ساندرا بولوك معروف في كل بيت تقريبا بين يوم وليلة. من اللحظة دي مسيرتها فضلت في تصاعد مستمر. على مدار السنين شاركت في بطولات أفلام كتير مشهورة وناجحة زي While You Were Sleeping, Miss Congeniality, The Blind Side، وبعد كده جاذبية. الأدوار دي أثبتت إنها متعددة المواهب وبتقدر تتنقل بسهولة بين الكوميديا والرومانسية والدراما والأكشن. الجمهور حبها مش بس علشان موهبتها في التمثيل، لكن كمان بسبب جاذبيتها الطبيعية وشخصيتها البسيطة والقريبة من الناس. طول مسيرتها الفنية حصلت على جوائز وترشيحات كتير، منها جائزة الجولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة وجائزة الأوسكار. في قمة نجاحها ساندرا بولوك بقت من أعلى الممثلات أجراً في العالم، وكانت بتكسب عشرات الملايين من الدولارات عن كل فيلم. وفي نفس الوقت حياتها الشخصية كمان كانت باين عليها إنها مزدهرة. في أوائل الألفينات ساندرا قابلت جيسي جيمس، يلي كان مقدم برامج تلفزيونية وصانع دراجات نارية. رغم اختلاف خلفياتهم، الاثنين كانوا باين عليهم السعادة مع بعض، وغالباً كانوا بيتشافوا كزوجين مش متوقعين، بس علاقتهم قوية. بعد ما تجوزوا في 2005 ساندرا ما بقتش بس زوجة، كمان بقت زوجة أب لأولاد جيسي جيمس الثلاثة. من برا كل حاجة كانت باينة مثالية. ساندرا كان عندها جواز ناجح وعيلة بتكبر وكمان مسيرة مهنية استثنائية. وبرغم كل نجاحها ساندرا كان عندها رغبة عميقة إنها تبقى أم بنفسها. ده كان موضوع فكرت فيه ساندرا لسنين كتير، ومع مرور الوقت وكبر سنها ساندرا أدركت إن الحلم ده ممكن ما يكونش سهل تحقيقه. ساعتها هي وجوزها قرروا يتبنوا طفل. عملية التبني بدأت في 2006، بس ما كانتش سهلة خالص. حتى بالنسبة لنجمة هوليوود الرحلة كانت طويلة وصعبة نفسياً، استغرقت تقريباً 4 سنين. وأخيراً في يناير 2010 حلم ساندرا تحقق. استقبلت طفل رضيع عمره 3 شهور في حياتها وسمته لويس باردو. اتولد في نيو أورلينز لويزيانا. أهله البيولوجيين ما قدروش يعتنوا بيه، وفترة قصيرة بعد ولادته اتنقل للرعاية البديلة. هو عنده 3 شهور بس، كان مستقبله مش واضح. لكن كل حاجة اتغيرت في اللحظة اللي ساندرا بولوك بقت أمه. لما ساندرا قابلت ابنها لأول مرة وصفت الرابطة اللي تكونت بينهم من أول لحظة في مقابلة مع مجلة بيبل. هو مثالي جدا، مش قادرة أوصفه بأي طريقة تانية. هي قالت كده، كأنه دايما كان جزء من حياتنا. الأمومة جابت لساندرا سعادة عمرها ما حست بيها قبل كده، بس السعادة دي ما استمرتش كتير. في مارس 2010 كذست طلعت وقالت إنه كان عندها علاقات مع جيسي جيمس وهو متجوز ساندرا. الفضيحة انتشرت بسرعة واهتمام الإعلام زاد بشكل كبير. رغم الفوضى دي أولوية ساندرا بقت واضحة على طول: ابنها. كانت مصممة تحمي لويس من كل اللي بيحصل حواليها. بعد كده اتكلمت عن قد إيه كانت الفترة دي صعبة في مقابلة مع CBS نيوز. قالت: حصل حاجات كتير قوي، إزاي تتعامل مع الحزن من غير ما تأذي ابنك في النص؟ ده طفل لسه مولود بيحس بكل حاجة انتي حساها. كان واجبي ناحيته إني ما عكرش أول سنة في حياته بحزني. بعد الفضيحة على طول ساندرا قدمت على الطلاق، وفي يونيو 2010 كان الطلاق تم خلاص. ما كانش عندها أي تردد إنها تربي لويس لوحدها كأم عزباء. وقتها كان هو بالفعل بقى كل حياتها. ومع مرور السنين لويس كبر وبقى طفل سعيد وفضولي وذكي.
ساندرا كانت دايما بتتكلم بفخر عن الطريقة اللي بيشوف بيها لويس العالم بانفتاح وطيبة وحماس. لويس ما كانش بس مرح وبيحب اللعب، ساندرا كمان وصفته إنه حساس جدا. هي كانت بتقول عليه ابنها اللي عنده 78 سنة بهزار. حتى وهو صغير كان باين عليه إنه متأمل وواعي عاطفياً وكأنه أكبر من سنه. الحكمة دي وصلت إنه كان بيدي أمه نصايح عن شغلها. ساندرا قالت إنها فعلاً بتثق في رأيه. خلال ظهورها في برنامج جيمي كيميل حكت قصة عن مرة كانت بتفكر تاخد دور في فيلم، وساندرا قالت إنه لويس قال لها ما تاخدش الشغلانة دي. هي ترددت في الأول لكن بعدين اعترفت إنه كان عنده حق. أنا بس ما كنتش في الحالة اللي لويس كان شايف إني المفروض أبقى فيها، هي شرحت وأضافت إنه لما الفيلم نزل رد الفعل كان سيء للأسف. بعد 5 سنين من تبني لويس، ساندرا حست إنه عيلتها جاهزة تكبر من تاني. في 2015 تبنت بنت صغيرة اسمها ليلى. القرار ده ما كانش من ساندرا لوحدها، لويس كان دايما نفسه في أخ أو أخت، وساندرا بعدين قالت إنه كان ليه دور كبير في الموضوع، بس حياة ليلى في الأول ما كانتش سهلة. لما كان عندها 2.5 سنين كانت ليلى عدت على 3 أسر بديلة مختلفة. ساندرا كانت عارفة إنه تربية ليلى هيكون فيها تحديات خاصة. من أول لحظة لويس كون علاقة قوية جدا مع أخته الجديدة. في لحظة معينة، اللحظة دي فضلت محفورة في قلب ساندرا. لما خدمات حماية الطفل جم يطمنوا على ليلى، لويس بان عليه القلق وسأل: انتوا مش هتاخدوها مننا صح؟ في اللحظة دي ساندرا عرفت إنها أخذت القرار الصح. كان واضح إنه لويي فعلاً حاسس إنه مسؤول عن حماية أخته. بالنسبة لساندرا اللحظات زي دي كانت بتخلي عيلتها تحس إنها كاملة. هي قالت مرة إنها ما تقدرش تطلب أكتر من كده من الدنيا. في نفس الوقت تقريباً ساندرا لقت الحب من جديد. في سنة 2015 بدأت علاقة مع براين راندال، مصور فوتوغرافي اللي بقى جزء مهم في حياتها تدريجياً، وكمان أخذ دور الأب للويس وليلى. على مدار السنين ساندرا تكلمت بصراحة عن التحديات اللي بتواجهها كأم بيضة بتربي أطفال سودا. هي وضحت إنها مش بتخبي واقع الدنيا عنهم، بدل كده هي بتتكلم بصراحة مع لويس وليلى عن العنصرية والظلم وقد إيه الحياة ساعات بتكون مش عادلة، خصوصاً مع كبر لويس وهو بيبقى شاب أسود. النهاردة لويس عنده 16 سنة وليلى عندها 13 سنة. مع إنه ساندرا بولوك بتبذل مجهود كبير عشان تبعدهم عن الأضواء وكاميرات التصوير، إلا إنهم لسه بيتشافوا معاها من وقت للتاني في المدينة. ساندرا حتى سمحت للأيلا تظهر معاها في دردشة افتراضية سنة 2020 على برنامج ريد تيبل توك مع جادا بينكيت سميث. لويس دلوقتي مركز بشكل أساسي على تعليمه وحياته كمراهق. ساندرا قالت إنه مهتم بالرياضة أكثر من هوليوود وبيفضل يبعد عن الأضواء. ليلى من ناحية تانية عندها شخصية قوية خاصة بيها. ساندرا وصفت بنتها إنها ذكية جداً وواثقة من نفسها وبتعبر عن رأيها بصراحة. في الحقيقة ساندرا مرة قالت بهزار ونص جد إنها شايفة إن ليلى هتبقى رئيسة الولايات المتحدة يوم من الأيام. علشان تكون موجودة مع أولادها، ساندرا حتى بعدت شوية عن التمثيل واختارت عيلتها بدل الشهرة. تبني لويس وليلى ممكن يبان إنه غير حياتهم، لكن بنواحي كتير هو غير حياة ساندرا بنفس الدرجة. إيه رأيكم في القصة دي؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وكده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو وعايزين تشوفوا حاجات زي كده تاني، ما تنسوش تسيبوا لايك تحت كنوع من التقدير. ولو لسه مشتركتوش أكيد هتحبوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفكوا في الفيديو الجاي.